5 علامات إن جسمك دخل مرحلة مقاومة حرق الدهون. من الآخر، عمرك سألت نفسك ليه ممكن تكون بتاكل أقل من الأول وبتحاول تمشي وكمان بتتمرن ومع ذلك الميزان ثابت؟ وليه في ناس أول ما تقلل أكلها جسمها يبدأ يخس، وانت كل ما بتحاول أكتر تحس إن جسمك بيعندك أكتر؟ والأغرب من كده، ممكن تكون بتعمل كل حاجة صح على الورق، لكن جسمك نفسه دخل في حالة غريبة كده، كأنه بيقولك أنا مش هحرق دهون بسهولة. بس هنا في سر مهم جدا. مقاومة حرق الدهون مش معناته ان جسمك بطل يحرق دهون. مفيش جسم بيقف فيه حرق الدهون تماما، لكن اللي ممكن يحصل ان جسمك يقلل استهلاك الطاقة ويزود الاشارات اللي بتشجع تخزين الطاقة ويقلل من قدرته على الوصول لمخزون الدهون بسهولة. وده غالبا بيحصل تدريجيا لحد ما تبدأ تلاحظ علامات معينة. النهاردة هقولك على 5 علامات لو موجودة عندك لازم تقف كده وتراجع النظام اللي انت ماشي عليه. والأهم بقى مش بس هقولك على علامات، هقولك ليه بتحصل، ايه اللي بيحصل جوه جسمك، وايه البروتوكول اللي تبدأ بيه عشان ترجع جسمك يشتغل بكفاءة. لأن الهدف مش انك تجوع نفسك أكتر، الهدف تفهم جسمك صح وتشتغل معاه مش ضده. يلا بينا. طب ما أنا باكل قليل جدا والوزن مش بيتحرك. خلينا نبدأ بأكتر جملة بسمعها: يا دكتور أنا باكل قليل جدا ومش بخس برضه. هنا لازم نسأل نفسينا، إزاي الواحد ممكن ياكل قليل ووزنه يثبت؟ لأن جسمك مش آلة حاسبة. لما تقلل الأكل لفترة طويلة، خصوصا لو كان تخفيض شديد، جسمك يبدأ يتكيف مع كمية الطاقة الجديدة. الحركة اليومية ممكن تقل من غير ما انت تحس، النشاط التلقائي يقل، معدل الطاقة اللي جسمك بيستهلكه ينخفض، وفي بعض الناس الكتلة العضلية كمان تقل، فبتلاقي نفسك فعلا بتاكل أقل، لكن كمان جسمك بقى بيستهلك أقل. وهنا تحصل مشكلة أكبر. أنت تفتكر إن الحل إنك تفضل تقلل في الأكل وجسمك يتكيف أكتر، فتدخل في دايرة مغلقة: أكل أقل، نزول أبطأ، استهلاك طاقة أقل، عضلات أقل، حركة أقل. ودي واحدة من أخطر الأخطاء أثناء التخسيس، لأن الحل مش دايما كل أقل. أحيانا الحل خلي جسمك يستهلك بكفاءة أعلى. البروتوكول هنا: أول حاجة ما توصلش نفسك للتجويع. تاني حاجة اهتم بأكل البروتين بشكل مناسب لوزنك وحالتك. تالت حاجة حافظ على تمارين المقاومة عشان تحافظ على العضلات. رابع حاجة راقب كده حركتك اليومية مش بس التمرين، لأن ساعات الجيم مش معناته إن بقية اليوم يتقضى في خمول. وخامس حاجة قيم جسمك على مدار أسابيع مش رقم ميزان يومي، لأن وزن الجسم بيتأثر بالمية، بالأملاح، بالكربوهيدرات، محتويات الجهاز الهضمي، وكمان الهرمونات. طب أنا الكرش عندي ثابت حتى رغم إن وزني بينزل، ليه؟ دي علامة مهمة جدا. ممكن تلاقي الميزان نزل لكن البطن تقريبا زي ما هي، الهدوم لسه ضيقة من منطقة الوسط. فهنا السؤال العلمي بيكون ايه؟ ليه دهون البطن آخر حاجة بتختفي؟ لأن الجسم مش بيحسب الدهون من كل مناطق الجسم بنفس السرعة. توزيع الدهون بيتأثر بعوامل كتير: عوامل وراثية، عوامل هرمونية، عمرك وجنسك ونمط حياتك. والدهون الحشوية اللي حوالين الأعضاء مرتبطة ارتباط قوي بمقاومة الأنسولين واضطرابات في التمثيل الغذائي. لكن خد بالك من حاجة مهمة جدا: مفيش تمارين سحرية بتحرق دهون البطن بالذات. يعني لو حتى عملت 1000 تمرينة بطن كل يوم، ده مش معناته ان الجسم هيستجيب ويقولك تمام هنحرق دهون البطن. الجسم بيخسر دهون من اماكن مختلفة، والترتيب ده بيختلف جدا من شخص لشخص. طب نعمل ايه يعني؟ البروتوكول هنا مش تمرين بطن اكتر، البروتوكول الصح هو تقليل الدهون الكلية تدريجيا. نمرة 2 زيادة في الحركة اليومية. نمرة 3 تمارين مقاومة منتظمة. نمرة 4 بروتين كفاية في الأكل. ونمرة 5 ويمكن أهم نقطة: النوم الكويس. لما الحاجات دي تتظبط هتلاقي الكرش بينزل. بس خد بالك من نقطة: أحيانا جسمك بيتغير قبل ما الميزان يديك الرقم اللي انت مستنيه. طب أنا بجوع طول الوقت خصوصا بالليل، إيه الحل؟ دي بقى من العلامات اللي ناس كتير بتعتبرها ضعف إرادة. أنا إرادتي ضعيفة،
أنا ما بقدرش أقاوم الحلويات، أنا بالليل لازم آكل. لكن هل ده كله مجرد إرادة؟ والسؤال العلمي الأهم، ليه الجوع والرغبة الشديدة بتزيد بالذات مع محاولة التخسيس؟ ده لأن تنظيم الشهية شيء معقد جدا، مش مجرد أنا قررت ما أكلش. الجسم عنده إشارات هرمونية بتنظم إحساس الجوع والشبع، بتأثر بكمية الأكل، النوم والضغط النفسي، النشاط، وكمان تكوين الجينات. ولو بتعمل دايت قاسي طول اليوم وبعد كده بالليل تنهار قدام الأكل، المشكلة مش بالضرورة إنك شخص ضعيف الإرادة، ممكن تكون عيب في الخطة نفسها اللي انت ماشي عليها، غير قابلة للاستمرارية. وده على فكرة منتشر جدا، واحد يصحى من النوم كوباية قهوة وبعدين مفيش فطار، ما ياكل حاجة صغيرة جدا ويقعد طول النهار من غير أكل ويشرب في مية، وبعدين يجي بالليل جعان جدا يفتح التلاجة بقى ويمسك الجبنة والعيش، الحلويات والمكسرات، الباقي بتاع الغدا، باقي تورتة، أي حاجة قدامه. لكن عمرك ما بتشوفه واقف باصص في التلاجة بياكل من طبق الجرجير. وبعد كده تلاقيه عنده تأنيب ضمير ويقول أنا بوظت الدايت وما كانش عندي إرادة. لكن الحقيقة بقى إن العيب ما كانش هنا إرادة، هو الدايت ده كان مهيأ للانهيار. البروتوكول الصح، بدل ما تحارب الجوع، نظم الجوع. ابدأ اليوم بأكل فيه بروتين وألياف، خلي كل وجباتك أكل بيشبع جدا، ما تسيبش نفسك ساعات طويلة جدا من غير أكل خالص، لو ده بيخليك تفقد السيطرة بالليل. وخلي الأكل اللي بتحبه موجود بكميات محسوبة بدل ما تحرم نفسك تماما. والأهم، لو الجوع شديد جدا خصوصا مع زيادة وزن أو مع أعراض تانية، لازم تفكر في الأسباب الطبية، نمط النوم، الأدوية، ونمط الحياة نفسه، مش قوة الإرادة وبس. طب أنا لما بنام قليل بصحى وبنفسي في سكريات قوي، ليه؟ على فكرة النقطة دي ناس كتير مش بتربطها بالتخسيس، يقولك أنا مشكلتي الأكل، مع إن جزء كبير من المشكلة بتبدأ في السرير. والسؤال العلمي الرابع، إيه علاقة النوم القليل بمقاومة فقدان الدهون؟ النوم مش مجرد راحة، النوم بينظم الشهية وحساسية الانسولين، بيظبط الطاقة والمزاج والنشاط خلال اليوم كله. لما نومك قليل بشكل مزمن ممكن تلاقي نفسك جعان أكتر، بتشتهي الأكل اللي هو عالي بالسعرات، عندك طاقة أقل وحركة أقل وتركيز كمان أقل، فبالتالي اليوم كله بيتحول لمقاومة. الكارثة بقى إنك بتحاول تعوض ده بأكل سكريات، فتدخل تاني في دايرة مغلقة. نوم قليل يؤدي لتحكم قليل في الأكل، يدي نوم أسوأ، حركة أقل، أكل أكتر، تعب أكتر، نوم أقل، وتحكم أقل في الشهية. البروتوكول هنا بقى مش محتاج تبدأ بمكمل سحري، ابدأ بالنوم. حاول تثبت مواعيد النوم، قلل السهر تدريجيا، خلي آخر ساعات اليوم في هدوء، قلل استخدام الموبايل قبل النوم بساعة أو ساعتين. ولو عندك شخير شديد أو اختناق أثناء النوم، بتصحى بالصداع الصبح، خصوصا لو معاك زيادة وزن، لازم تتناقش مع الدكتور. لأن أحيانا بنسمع مرضى بتقول أنا بنام 7 ساعات لكن جودة النوم نفسها وحشة. طب أنا بخس بسرعة وبعد فترة أرجع أتخن تاني كل اللي خسرته، ليه؟ دي من أخطر العلامات، لأن الشخص يبدأ يقول أنا جسمي ما بيخسش، أنا حظي وحش، أنا جيناتي بايظة، الأكل هو المشكلة. لكن أحيانا بقى المشكلة إن الخطة نفسها مش معمولة عشان تستمر. وهنا يجي السؤال العلمي الخامس، ليه بعض الناس ينزلوا بسرعة جدا في الوزن ويرجعوا يزيدوا تاني؟ لأن النزول السريع مش دايما معناته إن كل اللي انت نزلته دهون، جزء من الوزن هيكون مية، جلايكوجين وكربوهيدرات ومحتويات من الجهاز الهضمي. ومع الأنظمة القاسية جدا ممكن يحصل كمان فقدان للكتلة العضلية، وبعد ما الشخص يرجع للأكل الطبيعي الوزن يرتفع بسرعة، وده يخلي الشخص يخش في رحلة دايت قاسي، نزول سريع، تعب وإرهاق، ثبات وزن، رجوع للأكل، زيادة في الوزن، ونعيد الدايرة تاني. البروتوكول الحقيقي بقى، هدفك ما يكونش أسرع نزول ممكن، هدفك أعلى نسبة دهون مفقودة مع أقل نسبة فقدان عضلات، وبطريقة تقدر تكمل عليها. وده محتاج بروتين مناسب، تمارين مقاومة، حركة يومية، ونوم كويس، والسعرات تنزل بشكل معتدل مناسب، ومتابعة الوزن ومحيط الوسط. وبعد كده ممكن نعدل في الخطة حسب استجابة جسمك. دلوقتي بقى سؤال أهم من ال5 اللي فاتوا، لو عندك 3 أو 4 علامات، هل معناته كده إن جسمك قفل الحرق؟ الإجابة لأ، ودي أهم نقطة في الفيديو كله. جسمك ما عندوش زرار مكتوب عليه
حرق الدهون اقف، وجسمك مش عدوك، هو بيتكيف مع الظروف اللي انت بتحطه فيها. لو قللت الاكل جدا يحاول يوفر طاقة جدا، لو بتنام قليل الشهية والطاقة يتأثروا سلبيا، لو عمال تفقد في عضلات قدرتك على استهلاك الطاقة بيقل، لو حركتك اليومية قليلة جدا طبيعي استهلاك الطاقة يقل، ولو عندك مقاومة انسولين او مشكلة هرمونات او اضطرابات نوم او بتاخد دواء بيأثر على الوزن، لازم السبب يتقيم بدل ما تلوم نفسك. تعال بقى للخطة النهائية، نظام 5 خطوات. لو عاوز تبدأ من النهاردة اعمل ال5 دول. الخطوة الأولى، بطل تجوع نفسك، ما تعتبرش ان كل ما تقلل الأكل كل ما النتيجة هتبقى أحسن. الخطوة التانية، اهتم بعضلاتك، تمارين المقاومة، أكل البروتين المناسب، ده جزء أساسي من أي خطة نجاح نزول وزن. الخطوة التالتة، راقب حركتك اليومية، مش بس الجيم، المشي والسلالم، الحركة في الشغل، كل النشاط اللي بتعمله خلال اليوم كله بيفرق. الخطوة الرابعة، ظبط نومك. قبل ما تسأل أجيب إيه لحرق الدهون، اسأل نفسك أنا بنام كام ساعة وجودة نومي عاملة إزاي. الخطوة الخامسة، بص للصورة الكبيرة، ما تحكمش على نفسك من وزن يوم واحد، تابع الوزن، محيط الوسط، شكل جسمك العام، الأداء في التمرين، الجوع والنوم، والأهم الالتزام، لأن النجاح الحقيقي مش إنك تخس 5 كيلو بسرعة، النجاح إنك تخسر الدهون وتحافظ على العضلات وتقدر تعيش بالطريقة دي سنين طويلة. الخلاصة يا جماعة، ما تيأس وما تعملش دايت عنيف، ما تقللش أكلك للنص والربع، وما تلومش نفسك وتقول أنا إرادتي ضعيفة. ابدأ بالعكس، افهم جسمك، حدد المشكلة، اعمل نظام مظبوط، تابع النتيجة، وعدل الخطة حسب ما انت محتاج، لأن جسمك مش ضدك، جسمك طول الوقت بيتأقلم على اللي انت بتعمله فيه. المطلوب مش انك تحارب جسمك، المطلوب انك تفهم ازاي يشتغل معاك مش ضدك. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهي دي 5 علامات ان جسمك دخل في مرحلة مقاومة حرق الدهون. من الآخر